أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف عادة كده بنعملها كلنا تقريبا، حكاية الكرسي اللي في أوضتنا. الكرسي الشهير ده. بالظبط، اللي هو فجأة كده بيتحول من مجرد كرسي عادي يعني زي شماعة أو كوم للهدوم. فالنهاردة عايزين نفهم ليه ده بيحصل وإيه المعنى اللي ورا الموضوع ده. تمام. كلنا عارفين السيناريو ده، كرسي له شكله ومكانه، فجأة تلاقيه عليه طبقة هدوم، بعدين طبقتين 3، وهنا بقى ياخد اللقب بتاعه كرسي الهدوم. ليه الكرسي ده بالذات؟ هي الفكرة إنه الهدوم دي نفسها حالة خاصة شوية، يعني لا هي نظيفة كفاية ترجع الدولاب على طول، ولا هي متوسخة محتاجة غسيل فوراً. حتة المنطقة الرمادية دي. بالظبط. بس السبب الحقيقي بقى بصراحة كده إنه الكسل. الكسل؟ مش بعد الدولاب مثلا؟ لا، هو الكسل اللي بيخلي الواحد يستسهل. الكرسي قدامه كده شكله مغري كحل سريع ومؤقت. بس المشكلة إنه بيبقى حل مؤقت دائم للأسف في أغلب الأوقات. ده حقيقي. اللي لفت نظري بقى الربط بين حالة الكرسي ده وحالتنا إحنا النفسية يعني. النقطة دي مهمة فعلا. الموضوع مش بس كسل أو فوضى شكلية، مم. لا، ده ممكن يكون زي مقياس للضغط النفسي كده. مقياس ضغط نفسي إزاي؟ يعني حالة الكرسي مليان هدوم ولا فاضي ممكن تعكس شوية من اللي جوانه. لو الواحد متلخبط، مرهق، عنده قرارات كتير مأجلها، تظهر على الكرسي؟ ممكن جدا. كل قطعة هدوم مرمية دي ممكن تمثل قرار صغير متأجل، مهمة بسيطة متكومة، زي الأفكار اللي جوه دماغنا ومش عارفين نحسمها. فكرة مثيرة للاهتمام دي بصراحة. يعني الواحد ممكن يبص للكرسي ده بنظرة تانية خالص. وفي كمان بعد تاني لطيف بيتقال عليه، اللي هو إنه زي صندوق فضفضة ساكت. صندوق فضفضة؟ مكان بنرمي عليه كسلنا، يمكن إحباطاتنا الصغيرة، وهو بيستقبل كل ده في صمت، مش بيحكم، مش بيعلق. كأنه بيشيل عننا حمل صغير كده. بالظبط، حتى لو كان حمل قرار مصير بنطلون جينز اتلبس مرة واحدة، ويمكن ده بيريحنا نفسياً بشكل ما، تفريغ بسيط من غير كلام. طب ده يودينا لسؤال تاني، هل أصلاً بنقدر نتخلص من العادة دي؟ بصراحة كده الموضوع صعب. يعني لو الواحد صحي في يوم وقال خلاص هرتب كل حاجة وهفضي الكرسي ده تماماً، غالباً الحملة دي مش بتستمر كتير. بنعملها ونفضي الكرسي ويبقى شكله حلو يومين 3، بعدين سواء بعد أيام أو أسابيع تلاقي الهدوم بدأت ترجع تاني واحدة واحدة. طب لو شلنا الكرسي خالص؟ العادة نفسها مرنة قوي، بتلاقي بديل على طول. ممكن يبقى طرف السرير، أو ظهر الباب. أكيد ظهر الباب، أي حتة تنفع يتعلق عليها حاجة أو تترمي عليها حاجة. العادة نفسها بتلاقي طريقها. سبحان الله، يعني مفيش هروب من كرسي الهدوم. الرحلة دي فعلا غريبة، من مجرد قطعة أثاث لجبل هدوم. تحية للكرسي ده، شال همومنا وشال كسلنا وشال هدومنا. وصف دقيق قوي. والتحية الأخيرة دي اللي بتشبهه بالجبل الصامد، يا جبل ما يهزك هدوم، دي ممكن تخلينا نفكر في حاجة أبعد شوية. لو الكرسي ده بيقوم بالدور الصامد ده، إنه بيستوعب جزء من فوضانا أو حالتنا، تفتكر إيه الأشياء تانية في حياتنا اللي بتعمل نفس الدور من غير ما ناخد بالنا؟ يعني ممكن المكتب المكركب، ممكن طبق الفاكهة اللي بنرمي فيه الورق والمفاتيح. إيه تاني بيشتغل زي مستودع صامت لعاداتنا الصغيرة دي؟ فكرة تستحق التفكير فعلا. إيه الحاجات التانية اللي بتشهد على حياتنا اليومية بصمت كده؟